ابو بكر شوف الناس اش كدير. محمد لا علقني سلم على كل شيء. يلا شيل يلا تصفيقات الدراري. ماشي كان بحاول التفتيح ديال هذا الملعب القرب اللي كاين في المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كنتواجدوا بملعب القرب الجديد بمنطقه دار 40 ما بين بير جديد ومدينه حتسوان في النقطه الكيلومتريه كبلاد 40 في الطريق المتجهه نحو بن معاش. ولهذا الملعب اللي غيبدا تما اي واحد كيمارس كره القدم والهوايه ديال المفضله هوايه شعبيه هي المستدير والمستطيل الاخضر. كنقولوا مرحبا بجميع ساكنات السوالم، مرحبا بجميع المغاربه. الملعب كيفتح وجه جميع الناس اللي باغيين يمارسوا كره القدم، كاع الناس اللي باغي محبين لهاد الكره الشعبيه. اذا ففي علم الجميع ان هذا الملعب راه بجوده ربما كما غتشوفوا الكازو في المستوى يليق باللعبه يليق بالممارسه. هذه رساله لكل يقطن بدار 40 بير جديد 36 الساحل سيدي قاسم المواني قلع السيلات وهلم مجرى كل المناطق المجاوره اللي غتسمع هذا الفيديو. فمرحبا بهذا الفضاء. ابراهيم كاين شفتي غادي من واحد حسب علمي يليق بالحارس 6 وان الاثمنه قالك في المتناول. إذا كنا في هذه الحلقة مع الأخ المحترم اللي استضفنا السي الغليمي اللي كيسهر على كل صغيرة وكبيرة، ونقلنا الحدث من قلب ملعب دار 40. نحييكم ونتمنى لكم أسعد الأوقات. إلى اللقاء. شكرا سي ابراهيم. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنا بصدد ديال الافتتاح ديال واحد هاد نقدروا نقولوا معلمه، نقدروا نقولوا واحد المولود جديد اللي هو هذا الملعب القرب اللي وفروا هاد الناس هادو. مشكورين وفروا هذا الملعب هذا مثل هاد الوليدات هادو هاد الفئات باش انهم يمارسوا كره القدم في واحد الظروف اللي هي مزيانه. مشكورين. حنا اليوم كجينا كنشاركوهم هذا الافتتاح هذا بحكم هذا المولود غادي يعطي واحد الاضافه لهذه المنطقه اللي بحكم الناس مالين المشروع اللي قال لك انه غادي يستافدوا منه الناس ديال صحه السوالم ديال دار 40 ديال بير جديد، الناس ديال المناطق كامله. اذا كنبغيو نحييهم ونشكروا هذه الانشطه. شكرا. شنو هو الهدف من احداث هذه الملاعب؟ هادو ملاعب بالقرب هي نورمالمون الدوله والرياضه بصفه عامه في المغرب انه كيعرف واحد النهضه وكيعرف واحد القفزه نوعيه تحت القياده الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله، وحتى الشعب المغربي وحتى الناس المقاولين حتى هما. هذا التيران هذا غير غنقدروا نولدوا منه وجمعيات غيعطيونا واحد المنتوج الكروي اللي الوليدات كما كنشوفوا واحد المستوى تبارك الله، لا في اللياقه البدنيه تبارك الله لا الوليدات كيفاش كيلعبوا كره، حتى الناس المؤطرين والناس المدربين حتى هما كنشوفوهم بواحد الطريقه اللي احترافيه تبارك الله صامبي. كنتمنوا انه تعمم هاد القضيه. وشفنا حنا بلادنا راه كاين عندنا ملاعب القرب سميتو في اطار ديال المبادره الوطنيه في كل مدينه كتبقى ملاعب قرب تبارك الله. هذا كيبقى مثلا ملعب بريفي، ولكن بالنسبه العذريه هذا وتعديل هذا الملعب تجمع في تعديل الملعب، واش كتشوف بانه هاد الوليدات غادي يتجنبوا؟ وبالنسبه مثلا هاد بحال هاد الملاعب وبحال هاد الملاعب ديال القرب وهاد الالتفاته لهاد الوليدات هادو، اما افضل ان حنا الوليدات غيلقاو حوايج اخرى اللي غادي يمشيو فيها، يلقاو اتجاهات اخرى، يقدروا ما غيمشيوش مثلا المخدرات ولا كيف كنشوفوا الاجرام ولا شي حاجه. احسن حاجه هي انك توفر لهم بحال هذا الملعب هذا، وتوفر لهم واحد الفضاءات اللي غادي يقدروا يمارسوا فيهم كره القدم ويتاثروا ويتربوا. وهذا الشيء داخل في التربيه وداخل في التعليم وداك الشيء. وكنشكركم. شكرا.